طب يلا بقى بينا نروح على آخر حاجة عندنا في lesson 1 وهي الايزوتوبس. ايه الايزوتوبس؟ قال لي isotopes are atoms of the same element with different numbers of neutrons. يعني أنا عندي نفس الإليمنت هيبقى فيها نفس العدد من البروتونز لكن different numbers of neutrons. يعني هيبقى عندي نفس الاتوميك نمبر لكن الاتوميك ماس هيكون مختلف. ومن الاكزامبلز اللي عندي على الايزوتوبس الهيدروجين ليه 3 ايزوتوبس زي ما احنا شايفينه كده. الهيدروجين فيه 1 الكترون و1 بروتون، فاول ايزوتوب ليه اسمه بروتيوم. هنا ما عنديش اي حاجة تانية غير البروتون جوه النيوكليوس، يعني ما عنديش نيوترونز، فعندي هيبقى الاتوميك نمبر equal 1 والماس نمبر برضو equal 1 لان انا عندي number of neutrons equal 0، ما عنديش نيوترونز، فيبقى عندي الاتوميك نمبر equal الماس نمبر. تاني ايزوتوب للهيدروجين اسمه ديوتريوم برضو هيبقى فيه 1 الكترون و1 بروتون لكن هيبقى فيه معاه كمان 1 نيوترون جوه النيوكليوس، فعلشان هم حاجتين جوه النيوكليوس فبقت ديو يعني 2 فبقت ديوتريوم. تالت ايزوتوب عندي التريتيوم اولها تراي يعني 3، ففي 3 حاجات عندي جوه النيوكليوس وانا عارفه ان انا عندي 1 بروتون بس، فيبقى عندي كمان 2 نيوترونز. فكده انا عندي اول شكل البروتيوم ما فيهوش نيوترونز، تاني ايزوتوب فيه 1 نيوترون 1 بروتون، وتالت شكل فيه عندي 1 بروتون و2 نيوترون اللي هي التريتيوم.